انا قررت اكمل نص دين، جبت الفيلا وباقي لي العروسه. حياة ابوك ما لاقيش عندك عروسه سلف؟ الفيلا شرحه وبرحه وفيها تكييف وصالونها حكايه. انا مش فاهم 5 مليون ايه اللي هتدفعهم في شقه؟ هتقدم لك ايه زياده عن دي؟ والله صاحي الصبح عايز تقلي لك بيضتين، المطبخ موجود، كوبايه شاي على الماشي وماله، قهوه ما تخسرش، سرير احسن من سرير بيتنا، نومتها اريح من نومه بيتنا. انا عايزك تنسى اللي شفته قبل كده وتيجي معايا تشوف اللي مش هتنساه. وزي ما قلت لك انت مش محتاج تشتري فيلا، لان الفيلا دي بتتحرك من 0 ل 100 في عالم الخمس ثواني. هي صيني فوق ال 3 مليون بس نينجا. كل اللي راكب فيها ايا كان مكانه هيتدلع. بنتكلم في 470 حصان، 740 نيوتن متر تورك، امريكي هياكل الاسفلت، ومحرك تاني بنزين 1500 تربو عشان يشحن الموتورين الكهرباء عشان تمشيك حوالي 1115 كيلو. وكده كده هي دافع كل العجلات، بقول لك 5 ثواني. شكلها لا يقل عن لاند كروزر باترول، حاجه في السكه دي. اقسم بالله انا عارف ابدا لك منين في الاوبشن، بس يكفي اقول لك ان العربيه دي غرقانه مستوى رفاهيه واوبشن كتير. بنتكلم في كراسي تبريد، تسخين، مساج، ميموري، ورا زيرو جرافيتي، يعني هترقص لك لو عايز. فيها 14 سماعه و256 لون في الانبيانت لايت. ايه ده؟ كاميرا ومرايه تعتيم، فيها كاميرا هنا كمان، وفتحه سقف بانوراما، وشاشه فيها يوتيوب وافلام للناس اللي ورا. الناس اللي ورا دي متدلعه جدا، يعني ده في ورا زيرو جرافيتي، انا ممكن انام ورا يعني عادي جدا. طب والله عربيه محترمه، انا احب العربيات اللي متربيه دي. بنتكلم طبعا في شاشه 16 انش سريعه جدا واثنين وايرلس تشارجر، طاره مالتي تبريد تسخين، بس ما فيهاش بدل شيفتر. انا زعلان. الماتيريال المستخدمه في العربيه دي حرفيا موجوده في عربيات اضعاف سعرها. حاسس ان العربيه دي هتنفعنا جدا في رمضان، خصوصا واحنا مسافرين. نفسي اكمل لك بقيه الاوبشن بس للاسف الوقت مش في صالحنا. اكيد طبعا كل ده احنا بنتكلم عن العظيمه الروكس 01 واللي موجوده النهارده عند المتوكل، واللي بكلمه تم في التعليقات هبعت لك ارقام التواصل وعناوين المتوكل.